عمرك فكرت كان ممكن يحصل إيه لو يسوع طلب ال72,000 ملاك وهو على الصليب؟ في أوقات كده بحس إنه كان ممكن يقول كفاية، وبصراحة صعب الواحد ما يحسش كده. اتسخروا منه، بصقوا عليه، ضربوه ودقوا المسامير في إيديه ورجله، وكان يقدر بكلمة واحدة بس ينهي كل ده. كان يقدر يطلب 12 فيلق من الملايكة، يعني حوالي 72,000 ملاك محارب من السماء، والأرض كانت ممكن تتشق، والقدس تتحرق، والجنود يتهزوا زي التراب، والسماء تتملي نار وأجنحة، وكان كل اللي أذاه يروح في لحظة. العدالة كانت هتكون فورية، بس برضه البشرية كانت انتهت. لكن يسوع ما قالش نعم، سكت، حمل الصليب بإرادته، خد المسامير، قبل صمت السماء، لأنه ما جاش علشان يخلص نفسه، جه علشان ينقذنا إحنا. افتكر إن يسوع صد الملايكة واختار الصليب علشانك. ما تنساش تقول آمين وشكرا ليك يا يسوع.